الراحه اللي موجوده بشخصيته. كمان في عدد كبير من الفنانين هلا جداد انا بحب اتعامل معهم، وان شاء الله عم بيصير تعاون معهم هلا. نعم. بس هو مدرسه الاستاذ سمير السفير بلا شك يعني. نعم. بطلب منك هذا الكتاب على جديد. نعم. بطلب منك ترجع تختاري لها كمان. اوكي على ذوقي. يلا. هيدي القصيده بحبها، بدي اقول منها مقطع صغير. تفضل. بعنوان الزهر والعشب والإنسان. الزهر والعشب والإنسان، وطفلة تركض لاهثة الأنفاس، تشتعل غيظا من شوك ينتثر في البستان، وبقايا حب لطخه الغدر، تهاوى كما يتهاوى عن العرش الملوك، وكما يغادر الربيع المكان، وحبيب تناثر في الألق ومضى ينتحل صفات الهوى، حتى عركه المدى ورمقه الصدى، كاذب هو كاذب هو ككذبة إنسان. قد ايه عم تعتمدي او قد ايه عم بتحبي تعتمدي هلا بكتاباتك على الامور اليوميه الحياتيه، لانه اكثر اغاني بالاغاني او بالشعر كانت قريبه للناس هي القصص استعمال التعبير اليوميه يلي ما بيخطر ببال يمكن انسان معقول يسمعها بغنيه، مثل حكي يعني يمكن مناطق، حكي معين، كلمه معينه بيستعملوها كثير الشباب والصبايا، بس انه كنا قبل نقول انه لا ما لازم، ولازم دائما الاغنيه تكون منقحه، يعني مثل ما بيقولوا مستخدمين التعابير المهذبه. ما عم نحكي عن قصص ما انه مش مهذبه، بس عم نحكي عن قصص غريبه نوعا ما تفاجاتنا بالاغاني. نعم. انت قد ايه شخصيا بتعتمدي او حابه تعتمدي هذا الاسلوب اللي هو عفوي يومي من دون دخول باللغه العربيه؟ ايه في غنيه بقول فيها لو بدك تشتي غيم الزمان، هيدا مثل نحن بنقوله بلبنان. اكيد بعتمد على الاشياء العفويه حتى بكتابه الاغاني الفصحى. مثلا تنفسي حريه بعنوان ديوان الجديد، هذا في كثير قصائد عفويه. بيركز على مش بس الامور العاطفيه، كمان الوطنيه اللي نحن هلا عم نعيشها بلبنان وبالبلاد العربيه. فيعني الامور اليوميه بتاثر علي جدا. انا حادثه ممكن تخليني اكتب، اي حادثه بتخليني انه بعالم بمملكتي الخاصه. نعم. طيب شو هي النشاطات اللي هلا بدك تقومي فيها؟ في عنا بكره في عندي توقيع كتابه بتمنى تشرفونا بلبيال بين الساعه 6 و9 المساء بنادي الثقافه، فبتمنى انه تشرفوني والي الشرف. هيدا على صعيد توقيع الكتاب، على صعيد ثاني اعمال جديده مثلا اصدارات جديده؟ عم تفكر كمان بديوان شعري كمان؟ نعم. هلا تنفسي حريه ديوان الشعر، وعندي الروايه مهجه قلبي، هي عم ركز عليها كثير لانها قصة طويلة وجميلة جدا حتكون، وإن شاء الله حتنال إعجابكم. طيب نسرين اليوم ما بتخفي تضيع شوي الهوية الكتابية اللي عندك؟ يعني اليوم بين كتابة الأغنية، كتابة الشعر، كتابة الرواية، هيدا الشيء نوعا ما بضيع يمكن القارئ، بضيع الجمهور كمان. يعني الواحد بيركز على شغلة وبيمشي فيها تيثبت حاله فيها، أنت عم بتشكلي. مش بالضرورة. هلا إذا جبت ممثل مثلا وقلت له أنت تقمص الأدوار، إذا كان موهوب يتقمص جميع الأدوار، يعني كان الفكاهي، الحزين، الدراما، اي شيء. نفس الشيء بالنسبه للكاتب، الكاتب الحقيقي اللي بيقدر يعطي ليش لا، ما بيحرم الناس من عطاءاته ومن ابداعاته. يعني اذا انا قادره ابدع واعطي طول ما انا يعني عندي قدره على العطاء بشتى مجالات الادب والشعر لا اتردد ابدا. نعم. نسرين انا بدي ارجع اذكر انه توقيع الكتاب رح يكون نهار بكره من الساعه 6 للساعه 9 مثل ما ذكرت بدار او بمركز لبيال بالنادي الثقافي العربي الموجود هنيك. مثل ما ذكرنا هو ديوان شعري تحت عنوان ارجوان الشاطئ يلي كان محور حديثنا، بس نظرا يمكن للاعمال الثانيه اللي بتقوم فيها كمان